يعني طول ما انا بلعب لازم بتكلم مع زمايلي، ولازم بشجع زمايلي، ولازم لو شايف في حاجه غلط في الملعب ان انا احاول اصلحها. ودي من المدربين اللي انا اتمرنت معاهم يعني طول عمري، كانوا بيقولوا ان هي دي ميزه من مزايا ميدو، ان هو قائد جوه الملعب. فالقائد جوه الملعب مش محتاج ان هو يلبس شاره كابتن. احنا عندنا في نادي الزمالك في 4 5 كباتن كبار. عندنا كابتن احمد حسن وكابتن فتح الله واحمد سمير وشيكابالا وعبد الواحد. عندنا ناس لعيبه كبار كلهم، وليهم دور جوه الملعب مهم جدا بجانب الدور الفني. السؤال الثالث اللي معانا بقى برضه في نفس الموضوع، بيقول ان انت مش لوحدك، ده انت وشيكا مراكز قوه داخل نادي الزمالك. تقعدوها، تنيموها، توقفوها؟ لا لا، الكلام ده كلام يعني بيصار لهدف ان هدم فريق نادي الزمالك. احنا نادي الزمالك زي ما بقول لك في لعيبه كبار كتيره جدا، وفي كباتن كبار. والكابتن مش ان هو يوقف الدنيا ويقعدها، كابتن بان هو يحل مشاكل، ان هو يحل مواقف، ان هو يبقى قدوه للناس اللي حواليه. هو ده الكباتن الفرقه، انما مش كباتن الفرقه ان هي تمشي الدنيا وتوقفها. ولا فعلا في صراعات بينكم؟ يعني معايا السؤال الرابع بيقول ان في صراعات بينك انت وزكي شيكابالا، مين فيكم الاغلى او مين فيكم اللي بياخد فلوس كتير؟ لا لا، الكلام ده يا سيف، كلام مش مطروح تماما. طب مين فيكم الاغلى؟ ايه مين فيكم الاغلى؟ الاغلى من ايه؟ من ناحيه الراتب؟ فلوس. الراتب يعني اه. شيكابالا اكتر واحد بياخد. ثم ثم انا. ثم عمرو زكي. ثم عمرو زكي. إيه القصه دي ما بتشغلكش؟ لا لا لا. لا ليه اللي تشغل ان شيكابالا بياخد اكتر مني؟ يعني ما بتجيش تفكر تقول لا انا احب مثلا يتقال انا الاغلى جوه نادي الزمالك، انا اعلى صفقه مفيش في مصر؟ الفكر ده مش موجود. انا اللي اتعودت عليه طول عمري يا سيف ان انا اللعيب اللي بيلعب جنبي ما اعرفش هو بياخد كام. يعني انا البلد الوحيده اللي في مصر اللي انا اعرف اللعيب بياخد كام. انتوا هنا كلكم عارفين كله بياخد كام؟ طبعا. انما وانا بلعب جنب روبي كين ومثلا ولا جنب برباتوف ولا جنب توتي، انا ما اعرفش توتي بياخد كام. طب ايه شعور يا ميدو لعيب بياخد 8 مليون بيلعب جنب واحد بياخد 500,000؟ والله بص يا سيف، هي قصه، يعني قصه زي ما بقول لك لازم يبقى فيها يعني فيها جزء من الحقيقه ان انت لازم يبقى فيه موازنه. لكن النهارده معلش ما اجي اجيب لعيب من ناشئين المنصوره مثلا ولسه داخل نادي الزمالك، هعمل له عقد بكام؟ يعني لما اجيب ناشئ صغير لسه، هل النهارده الراجل زي شيكابالا بدا حياته ب 8 مليون جنيه؟ بدا حياته لغايه السنه اللي فاتت كان بياخد 750,000 جنيه. فاللعيب لازم يعمل حاجات كتيره جدا عشان يوصل لمرحله ان هو يبقى من الفئه الاولى، او من اكتر الناس اللي بتاخد في فرقته، ومن اكتر الناس اللي بتاخد في الدوري المصري. هنتسال النهارده عمرو زكي ما عملش كده؟ عمل كده على مر السنين، عمل كده. شيكابالا ما عملش كده؟ عمل كده. قدر يثبت لجمهور نادي الزمالك ولجمهور مصر كله ان هو احسن لعيب في مصر. فالنهارده لما نيجي نبص مين المفروض يبقى اكتر لعيب بياخد في مصر كلها، اي حد بيتفرج على الكوره في مصر هيقول لك شيكابالا. كان عنده نقطه ضعف، كانت هي الخروج عن النص في بعض الاوقات، عدم الالتزام في بعض الاوقات، صلح كل الكلام ده. فالنهارده بقت عنده كل المزايا اللي تؤهله ان هو يبقى اكتر لعيب بياخد فلوس في مصر. ميدو، اللعيبه في نادي الزمالك علاقه غريبه جدا. يعني المفروض ان اللعيب اللي بياخد 500,000 ده فاحوج يعني الظروف للفلوس، وعليه مديونيات، وعليه. اللعيب اللي بياخد ملايين عنده ملايين بمنتهى الصراحه. في فرق ثانيه اللعيبه بتاخد ملايين بتعدي بازمات ماليه بيقولوا مش مهم نصبر، ما احنا معانا ملايين. في نادي الزمالك ده ما بيحصلش. نادي الزمالك بيحصل يا سيدي، نادي الزمالك اللعيبه كلها صابره على فلوسها. احنا شفنا عمرو زكي برضه في مشكله وساب. عمرو زكي كان عنده مشكله ان هو كان راجل صحيح، يعني الناس بتقول ان هو بياخد ملايين ومعاه ملايين، لكن عنده التزامات بالملايين دي وطالب بحقه. الراجل ايا كانت الطريقه اللي طلب بيها صح او غلط، دي حاجه ترجع لمجلس الاداره ان هو يبص لها ازاي. انما النهارده مش معقول ان النهارده انت هل متخيل ان اللعيب اللي بياخد مثلا 4 5 مليون ما عنده التزامات على اساس ال 4 5 مليون اللي هو بياخدهم دول، وعامل حسابه ان الفلوس دي داخلاله. فلما بيبقى الفلوس دي ما بتخشلوش وتخش في وقتها وتتاخر سنه، هو بيبقى عنده مشاكل مع الناس اللي عليها، يعني هو عليه التزامات لناس ثانيه. فالموضوع ما يتقاسش كده، الموضوع يتقاس إن او زي ما انت بتقول لعيبه نادي الزمالك صبرت على فلوسها ولا لا. لعيبه نادي الزمالك صبرت على فلوسها. احنا لغايه يومنا هذا الناس اللعيبه الكبار كلها اللي في نادي الزمالك ما حصلتش الا على 12.5% من عقدها. مش يعني 12.5%، يعني نص، خدنا 12 نص ال 25%، يعني خدنا نص ال 25%. اللعيبه اللي ليها فلوس اقل خدت ال 25% كامله. طب بمنتهى الصراحه يا ميدو، الارقام اللي بنسمعها دي هي اللي بتدفع، ولا في حاجات بقى، في لعيبه بتتراضى وفي حاجات من تحت الترابيزه وفي لعيب بيمضي برقم واخد رقم تاني من رجل اعمال؟ الكلام ده كان موجود زمان، دلوقتي صعب. دلوقتي صعب، يعني كان زمان في طبعا يعني ترضيات وكان في فلوس من تحت الترابيزه، دلوقتي اللعيب اللي موجود في عقده فلوس بياخدها. طيب السؤال الثاني بقى، هنطلع شويه بره الفلوس. انا عارف ان علاقتك يعني كويسه بالكابتن حسن شحاته،
بس دايما الاعلام بيقول ان علاقه ميدو بشحاته نار تحت الرماد، والله يا سيف بص، هو للاسف او اللي في القلب في القلب. لا بص، الموقف اللي حصل في 2006 خلى ناس كتيره تتخيل ان وجود كابتن حسن شحاته في نادي الزمالك هيبقى مشكله كبيره. وفي ناس للاسف ما كانتش مبسوطه ان احنا ان الكابتن حسن دخل نادي الزمالك وتعامل معايا معامله الاب لابنه، وان انا تعاملت مع الراجل ده ان هو راجل رمز من رموز نادي الزمالك. وبدل ما ياخدوا القصه ان احنا نوجه القصه في الشكل ده، حاولوا ان هما يبقى في مشاكل. لو في مشاكل بيني وبين الكابتن حسن، عمر ما هيبقى كان في موقف ممكن تحصل في يعني في مصيبه زي ما انا كنت موجود في النادي وما بلعبش. فيعني اكبر دليل ان انا علاقتي بالكابتن حسن وبالكابتن اسماعيل والناس كلها في النادي على يعني علاقه ممتازه جدا، ان انا راجل ما سرتش مشاكل جوه الفرقه، ان انا راجل احترامي ليهم خلاني ان انا لا ابعد واجهز نفسي وارجع وابقى جاهز، والناس ونشوف ايه اللي هيحصل. ف زي ما بقول لك للاسف في ناس ما كانتش مبسوطه ان الكلام ده حصل، لكن الايام بتثبت ان انا رغم المشكله اللي حصلت في 2006 اللي هي كانت مشكله لحظيه، مشكله كانت في وقتها بس، ان انا راجل بكن كل الاحترام للكابتن حسن، وبالعكس انا بعتبره من احسن المدربين اللي مرنوني، ومن اكتر الناس اللي بيعرفوا ازاي يديروا فرقه، وايا كانت ايه قراراته انا بحترم قراراته. من غير دبلوماسيه بمنتهى الصراحه، كان في تصريح للكابتن حسام حسن قبل ما يسيب نادي الزمالك، قال انا الاعب ميدو باي وزن، انا ارجع ميدو لفورمته وانا المسؤول. لما مشي الكابتن حسام ورجع الكابتن حسن شحاته، واضح قدام الراي العام انك عانيت. يعني كان شرط كابتن حسن شحاته انت تلعب بشروط انك تكون جاهز اما حاسس لو الكابتن حسام كان موجود كانت الكيمياء تمشي اكتر؟ لا بص يا سيف، هو كل مدرب ليه فلسفته، كل مدرب ليه فلسفته في شغله عموما في كل حاجه، مش في النقطه دي بس. كابتن حسام فلسفته ان هو انا استفيد من الراجل اللي موجود عندي ايا كان ايه شكله، لان الراجل ده هيفيدني من نواحي تانية، من نواحي خبرته، من نواحي دعمه للفرقه، من نواحي خبرته في ازاي ان هو يتعامل وهو مش جاهز جوه الملعب. كابتن حسن فلسفته مختلفه، لا اجهز هتلعب، مش هتجهز مش هتلعب. يعني في كل مدرب ليه فلسفته، لا ده غلط ولا ده غلط. لو كان الكابتن صحيح، لو كان الكابتن حسام موجود في نادي الزمالك كنت هلعب من اول دقيقه في وقت اقرب من ده، تلعب على طول. وكابتن حسام جرب الكلام ده معايا ولعبت وكنت كويس، ودلوقتي كابتن حسن جرب طريقه تانية خالص معايا وهرجع تاني ان شاء الله ابقى كويس. فالاثنين صح، لكن الذكاء اللعيب ان هو يتعامل مع كل مدرب على حسب فكره مش على حسب فكر اللعيب. يعني ما ينفعش ان انا النهارده ابقى ماشي كلعيب بفكر انا وعايز المدرب يغير فكره على فكر انا، الكلام ده ما بيحصلش. ف يعني انا قريت فكر الكابتن حسن شحاته واشتغلت على اساس فكره، والنهارده الراجل وانا موجود الراجل يعني مش عايز اقول لك مدى سعادته ان انا رجعت الفورمه كويسه، ومش عايز اقول لك ان هو لسه النهارده متكلم معايا ان انا معسكر الامارات هينقلني نقله ثانيه كبيره جدا في شكلي في المستوى البدني والمستوى الفني. والراجل من يومنا هذا بيفكر ازاي ان هو يجهزني في معسكر الامارات عشان خاطر مباراه افريكا سبور اللي عندنا في دور ال 32. فما فيش اي مشاكل النقطه دي. طب انت قلت دي مدرسه ودي مدرسه، دي فلسفه ودي فلسفه. فلسفه من غير دبلوماسيه كده، انهي فلسفه تمشي معاك؟ كل مدرب زي ما بقول لك الفلسفه اللعيب الصح ان هو يمشي فكره على فكر المدرب. انا النهارده لما جه الكابتن حسام جه وقال من اول دقيقه ميدو لازم يلعب وميدو ده قائد نادي الزمالك وكذا وكذا وكذا، خدت فكره واشتغلت عليه. كان ممكن اشتغل عليه وابقى وحش، لكن انا اجتهدت في الحته اللي هو فكر لي فيها واشتغلت عليها ووصلت لشكل كويس. كابتن حسن جيب فكر تاني، انا خدت فكره واشتغلت عليها ووصلت لشكل كويس. فالقصه ما فيهاش اختلاف. كابتن حسام حسن وكابتن ابراهيم كانوا سبب كبير قوي ان هم يرجعوك من بره نادي الزمالك. هل لو في حد موجود غيرهم كنت رجعت؟ تحب ترد ولا مش لازم؟ لا طبعا في التوقيت بتاع ان انا يعني التوقيت اللي انا كنت فيه في اياكس، وكنت انا الناس بتاعت اياكس طالبه مني ان انا استنى وكده، كان صعب جدا ان اي حد تاني يبقى موجود في مصر واخد قرار ان ارجع نادي الزمالك. يعني معنى كده ان التوأم سبب رجوع احمد حسام ميدو لنادي الزمالك. معانا خبر بيقول جماهير الزمالك بيقولوا الدوري في رقبه ميدو شيكا. يتلعب بس لو رجع ان شاء الله. لا يعني هو طبعا ما فيش وعود ولا حاجه. يعني احنا ده يعني احنا بنجتهد واحنا كلنا في فرقه واحده، لا في رقبه ميدو ولا شيكا ولا عبد الواحد، كلنا فرقه واحده، كلنا بنجتهد والجهاز واللعيبه بيجتهدوا.
واحنا يعني نفسنا ان الدوري يرجع، مش عشان خاطر مين هياخد الدوري، نفسنا ان الدوري يرجع عشان استمرار بطولة الدوري العام هي واجهة لحالة الاستقرار وحالة الأمن في مصر. ومعنى ان بلدنا مش قادرة تنظم وتأمن مباراة كورة، معناها ان احنا مش قادرين نأمن أي حاجة تانية، مش قادرين نأمن حياة السياح اللي هم لو ناويين يجوا لنا ان هم يجوا لنا. الناس مش متخيلة مدى خطورة عدم استمرار النشاط الرياضي في مصر. الناس بتتكلم كده بتقول لا النشاط يقف لغاية كذا ولغاية كذا، لا، قصة أكبر من كده بكتير. ولو الكلام ده مش كلام صحيح ما كانش هيبقى وزير الداخلية والجيش وسيادة المشير والمجلس العسكري ناس مصرة ان الحياة تستمر في مصر، ومصرة ان النشاط الرياضي يرجع في مصر، وبتدور على حلول. وهو ده الكلام اللي انا كنت قلته، ان احنا لازم ندور على حلول. ليه وصلنا للكارثة اللي احنا فيها؟ ليه وصلنا لحالة اللا اخلاق او الانفلات الاخلاقي اللي موجوده عندنا، اللي موجوده في الشارع واللي موجوده في وسط الجمهور. ليه وصلنا لها؟ وصلنا لها لاسباب كتيره جدا. السبب الرئيسي اللي انا شايفه ان الاعلام لعب دور كبير جدا في حاله الانفلات الاخلاقي اللي موجود في البلد واللي موجود في جمهور الكوره. والدليل على كده يا سيف ان احنا واحنا صغيرين، جيب لي مره انت وانت صغير شفت حد بيشتم حد في التلفزيون او حد بيسيء لحد في التلفزيون. الكلام ده ما كانش موجود. في اخر 3-4 سنين الكلام ده بقى عادي جدا، بقى زي الاكل والشرب. مشكله الحقيقه. الاعلام هو ما هو الا مرايه المجتمع. النهارده انت لما تفتح قناه فضائيه لاي دوله بتقدر تعرف من خلال القناه، من خلال طريقه الكلام، من خلال الاستوديو، من خلال التكنولوجي اللي موجوده اللي بيصوروا بيها، بتقدر تعرف البلد دي متقدمه ولا لا، صح ولا لا. يعني انت لو فتحت اي قناه فضائيه لاي قناه في افريقيا بتقدر تعرف من اول دقيقه البلد دي متقدمه ولا لا. مظبوط. فبالتالي هنا وفي اي مكان في الدنيا الاعلام هو الواجهه اللي بتعكس ثقافه المجتمع. فالنهارده كام مره بنشوف في اخر سنه وفي اخر سنتين مشاكل على الهواء وخناقات وشتيمه وقله ادب ما كانتش موجوده قبل كده. دي من ضمن الاسباب الرئيسيه اللي وصلتنا. بس عايز اقول لك الصراحه انتوا برضو مسؤولين. اتفضل. انت وشيكابالا ونجوم النادي الاهلي وكلكم، يعني في وسط عمرنا ما كان في لا في وسط الاحتقان ده كله، او في وسط الجمهور محتقن، ليه مثلا ما لمتوش بعض وانتوا كلكم معظمكم اصحاب او عدد كبير منكم اصحاب، وعملتوا مثلا مبادرات، قعدتوا مع الجمهور هنا، قعدتوا مع الجمهور هنا. الجمهور نفسه ما عندوش الثقافه ان يشوف ان ميدو وعماد متعب اصحاب، ميدو وبركات اصحاب، كلنا اصحاب، ابو تريكه وشيكابالا اصحاب، كلنا اصحاب يا سيدي. ما هو الكلام ده ما ظهرش. لا بص يا سيدي اقول لك واقع بعد اخر مشكله. لا قبل اخر مشكله. اقول لك حاجه، في مباراه الاهلي والزمالك بتاعت الاخيره اللي كان كابتن حسام مدرب نادي الزمالك، واقول لك واقع يعني حصلت وانا كنت مشارك فيها. احنا عرفنا وشيكابالا عرف ان جمهور نادي الزمالك رافع لافتات لعماد متعب فيها اساءه بدرجه كبيره جدا. لو اقول لك شيكابالا لغايه الساعه 3 الصبح بيتكلم مع الناس ليله الماتش، بيحاول يقنع الناس بتاعت الالتراس ان اللافتات دي ما تخشش الملعب، وان الحاجات دي ما تخشش الملعب. ونجحنا وشيكابالا بعامل كبير لعب دور كبير في ان جمهور نادي الزمالك في الماتش ده بدل ما كان فيه لافتات تسيء لمتعب مثلا 20 يافطه بقى فيه يافطه واحده بس، او لافته واحده بس، او رساله واحده بس. فالكلام ده كان موجود يعني من طول عمره موجود، وطول عمر لعيبه النادي الزمالك والنادي الاهلي ما فيش بينهم مشاكل. وحتى لما في ناس بتحاول انها تختلق مشاكل بين لعيبه النادي الاهلي ونادي الزمالك، الناس بتبقى اكبر من ان هي تخوض في هذه المهاترات. فايه الجديد؟ يعني الكلام ده موجود من قبل كده. هاخدك ملف يعني مش عارف حابب تفتحه ولا لا، بس لازم نفتحه عشان نقفله عشان نهديه. جاي لي مسجات كتيره النهارده عليك، ناس كتير جدا مبسوطه، جمهور زمالك، جمهور النادي الاهلي. بس جمهور النادي الاهلي في جزء منه كبير برضه بيحبك، وفي ناس كتيره بتقول لك يعني ليه ميدو ما يبقاش عنده شجاعه ويطلع يعتذر لمحمد بركات؟ عشان انا ما سقتش لمحمد بركات، عشان انا ما فيش حاجه بيني وبين بركات. بالعكس الراجل بركات ده راجل يعني ربنا يعلم ان انا من اكتر الناس اللي بحبها في مجال الكوره هو بركات. انا راجل اتسالت عن حاله عامه في مصر واتكلمت على حاله عامه في مصر، قالوا لي شايف بطوله الدوري ترجع ازاي؟ قلت لهم شايف بطوله الدوري ترجع ان لازم نتخذ خطوات ونفكر في ايه هو ايه هي الخطوات اللي ممكن ناخدها ان احنا ما نمرش بنفس المأساة اللي احنا بنمر بيها. وبدل من
نحاول نستغل موقف في ان احنا ازاي نقرب للناس اكتر. لا، نفكر مع بعض ايه اللي وصلنا للكارثه اللي احنا فيها دي. وضربت امثله كتيره جدا بالاعلام وباللعيبه وبالمدربين ومسؤولين اتحاد الكوره والجماهير. ضربت امثله كتيره جدا. من ضمن الحاجات اللي انا قلتها ان قلت ان في لعيبه طلعت اعلنت اعتزالها، وانا شايف ان الكلام ده كلام مش مظبوط. بس عندك لعيبه كتيره منهم في نادي الزمالك. ما هو ده اللي انا بقوله. ليه الكلام اتاخد ان ناحيه في ناحيه بركات؟ عندنا 3 4 لعيبه في نادي الزمالك قالوا مش هنلعب كوره تاني. مظبوط. وعندنا وفي لعيبه وفي مدربين قالوا ان احنا مش هنلعب، مش هندرب تاني. يعني ليه الاعلام وجهها لحته بركات؟ انا من ناحيه بركات الراجل اتوجه سؤال مباشر، ترد تقول ايه على ميدو؟ الراجل كان فوق جميع المهاترات ورد قال ميدو ده اخويا وراجل في بيننا وبين بعض عشره، وانا مش هرد عليه ودي وجهه نظر. ترد تقول ايه البركات انت؟ ارد اقول له ان كلامي ما كانش موجه ليك، وبركات يعلم تماما مدى حبي ليه. ولو بركات حاسس باي ضغينه من الكلام اللي انا قلته، فانا بالعكس، انا راجل بركات راجل اخويا الكبير وبعتذر له يعني شجاعه وادب بيحسب لك. لا، بعتذر له. خلي بالك الناس الحمد لله عارفه ان انا ما بخافش من حد ولا بخاف من كلام انا قلته. الناس كلها عارفه ان انا راجل حتى الوقت اللي فيه دبلوماسيه، احنا في وقت انا اعتقد ان الدبلوماسيه لا تصلح. يعني لازم يبقى في مواجهه. ف من غير اي تفكير، لو بركات زعلان مني من الكلام اللي انا قلته بسبب ان الاعلام وجه القصه ناحيه بركات، فانا راجل بعتذر له. بالعكس هو راجل على دماغي من فوق. انت وشيكابالا، بركات وابو تريكه، نجوم اول الزمالك، نجوم في الشارع. ايه الروشته اللي انت اكيد جواك دماغك دي فيها زي ما بيقولوا ايه، يعني حاجات كتير قوي. ايه الروشته اللي انت حاططها علشان الاحتقان ده يخف، علشان الدوري يرجع، علشان العلاقه بين الاهلي والزمالك ترجع تاني؟ اول حاجه لازم يبقى المشجع والمواطن المصري يعرف، يعني يبقى عنده اقتناع تام ان هو لو خرج عن النص هيتذبح. لو النقطه دي مش موجوده يا سيف، عمرنا ما هيبقى عندنا كوره في مصر. لازم جمهور الكوره يعرف ان هو رايح استاد كوره، رايح بيمثل فرقته، بيمثل ناديه. لو خرج عن النص هيبقى عنده مشكله كبيره، ناديه هيبقى عنده مشكله كبيره. لازم يبقى في قرارات ويبقى في فرمانات الناس كلها تمشي عليها. احنا المشكله النهارده ان دي مش حاله في ملاعب الكوره بس، دي حاله في البلد كلها. ان احنا النهارده الناس حاسه ان انا ممكن اعمل خطأ كبير واخرج منه بسبب طبعا الموقف المحرج اللي واقع فيه الامن في مصر والداخليه. فالنهارده لازم نوصل الاول لمرحله ازاي ان جمهور الكوره يرجع يروح الاستاد، واول حاجه يبقى مؤمن تامين كامل. تاني حاجه ان هو يبقى عارف ان هو لو خرج عن النص مش هيخش استاد كوره تاني وهيتحبس. لو وصلنا للمرحله دي كل المشاكل اللي بعد كده مشاكل سهله. لكن ان انت توصل للمرحله دي دلوقتي في ظل الانفلات الاخلاقي اللي موجود جوه البلد، موضوع صعب. لان الناس النهارده زي ما انا سمعت ان في ناس دخلوا نطوا جوه اتحاد الكوره وكتبوا انسوا الكوره ومفيش كوره في مصر الا كذا وكذا. الكلام ده كلام مش موجود في اي حته في العالم. لازم الناس تحترم الامن وتحترم الداخليه. انا انجلترا، انا راجل النهارده عشت في انجلترا سنين طويله. لو ضابط شرطه وقفني بسبب مخالفه سرعه، والكلام ده حصل لي قبل كده، هل انت تتخيل ان انا اقدر اطلع من العربيه اكلمه؟ ما اقدرش. لازم استناه لغايه ما هو يجي لي، ولازم احط ايديا على الدركسيون يبقى شايفها، ولازم اسمع كلامه في التوجيهات اللي هو بيوجهها لي، مش خوفا منه، احتراما ليه. النهارده الكلام ده مش موجود في مصر. الكلام ده الناس حاسه ان هي ممكن تعمل اي حاجه وتخرج عن النص وما بقاش فيه اي عقاب. فلما نوصل للنقطه دي الاول، بعد كده كل الكلام سهل. تامين المباريات سهل وافكاره سهله، وهنطبق افكار موجوده في اوروبا. مش يعني في الدوري الانجليزي اللي بيامن الملاعب من جوه مش الشرطه. ملف كبير قوي. يعني ملف كبير سهل يا سيف، سهل. يعني في شركات امن وفي شركات امن مدنيه بيبقى الناس المقيمين عليها مدنيين، وسهل جدا ان احنا نعملها نطبقها، ويبقى الداخليه يعني مامنه الاستاد من بره زي ما بيحصل في كل حته في العالم.
لكن واحنا شايفين في المباراه دي الجمهور قريب جدا من المدرجات، مفيش عساكر، مفيش خلينا نضرب مثل بانجلترا يا سيف. اكتر بلد كان فيها جمهور شرس كمان، جمهور شرس، وكان فيها الهوليجنز، وكانوا يعني بيعملوا جنايات. يعني ماتش ويست هام وتوتنهام ده كل ماتش كان بيموت مثلا 10 تنفار، الكلام ده في الستينات وفي السبعينات، وكان في عصابات في ملاعب الكوره، وكان في حاجات كتيره جدا. الناس دي وصلت لمرحله ان ما حدش يقدر يعني يقول كلمه غلط وهو بيشجع. ازاي وصلوا كده؟ في تامين، في كاميرات في كل حته في الملعب، في سيزون تيكت بيتباع معروف هو بيتباع لمين وفي انهي سيت وفي انهي حته، ولو خرج عن النص هيخسر السيت بتاعه ده. عايز اضرب لك مثلا ان الموسم ده في ماتش ازد الكمار واياكس، احد الجماهير من جمهور اياكس نزل وتعدى بالضرب او حاول التعدي بالضرب على الجون بتاع الكمار. كان ايه عقابه يا سيف؟ كان ايه عقابه؟ اتمنع من دخول الملاعب 30 سنه 30 سنه واتحبس 6 شهور، دخل السجن 6 شهور. هل يا ترى الكلام ده لو حصل في مصر حد هيقدر يطبقه؟ محدش هيقدر يطبقه. انا شفت يا سيف قبل الكارثه بتاع بورسعيد بشهرين كده او شهر ونص، جمهور نادي غزل المحله نزل الملعب بنفس الشكل بالظبط، ماتش المحله والاهلي بنفس الشكل بالظبط بتاع بورسعيد. لكن طبعا ما حصلتش الكارثه اللي هي الناس ماتت وكده، لكن حصل هجوم من الجمهور كله على لعيبه النادي الاهلي وجهاز فني النادي الاهلي. ولو تفتكر ساعتها جابوا صور لعيبه النادي الاهلي مروحه مصر بالمدرعات. كان ايه رد فعل الاعلام؟ كان ايه رد فعل اتحاد الكوره؟ انا شفت في احد البرامج احد مقدمي البرامج الرياضيه مستضيف رئيس نادي غزل المحله ومدرب نادي غزل المحله، وبيقول لك ازاي ياخدوا 3 ماتشات من غير جمهور؟ ازاي؟ ده افتراء. ازاي؟ وفعلا نجحوا ان هم قدروا ان هم يوصلوا النادي غزل المحله يبقى من غير جمهور، يلعب من غير جمهور ماتشين بس. يعني بص الفرق، واحد نزل الملعب اتحبس 6 شهور واتمنع من دخول الملاعب 30 سنه، صح؟ و500,000 واحد نزلوا الملعب جري جوه الملعب، والاعلام زعلان ان هم خدوا 3 مباريات. انت علاقتك بالاعلام كويسه ولا وحشه؟ لا كويسه جدا. ليه دايما بيذبحوك؟ لا انا مفيش حد بيذبحني. هو بص يا سيف، الاعلام عندنا متعود على التمييز والتطبيل، ان انا لما حد يتسال سؤال يميز، يا اما لو ما ميزش يبقى وحش. انا ما بعرفش اميز، انا اتخلقت كده. التمييز ولا التمييز؟ تمييز ان احنا نميز على بعض، والتمثيل ان احنا نمثل على بعض. انا ما بعرفش اميز ولا بعرف اطبل لحد. لما بتسال سؤال عن حد بواجه السؤال برايي، واللي يزعل يزعل. للاسف في بعض الاعلاميين ما بيجيبهمش الكلام ده، عشان هم بيميزوا عايزين الناس تميز زيهم. ودي احد الاسباب اللي وصلتنا للكارثه اللي احنا فيها. ان شايف الاعلام الرياضي مبالغ فيه؟ لا الاعلام الرياضي مش مبالغ فيه. الاعلام الرياضي بقى كتير قوي. بس كتير قوي يا سيف. قلت لي قبل ما نطلع هوا، قلت لي يعني ايه في مسرحيات وفي حاله بكاء عامه. ما فهمتش الجمله انا. لا في بص، بلا شك يا سيف، بلا شك، وعمري ما هرجع في كلامي في القصه اللي انا قلتها دي، ان في ناس حاولت تستغل موقف اللي حصل في استاد بورسعيد للاسف في ان هي تاخد كريدت لنفسها، او ان هي تاخد بونت على الموقف اللي حصل. وازاي اقدر استفيد من الموقف ده؟ ازاي اقدر استفيد منه؟ يعني تخيل، بدل ما هو ده اللي انا كنت بتكلم فيه، بدل ما الفكر يبقى ازاي يعني نقدر نحل الكارثه اللي احنا فيها، بقى فكر ناس كتيره ان ازاي استفيد من الموقف اللي بيحصل. وهي دي الكارثه، هي دي الكارثه، ان احنا يعني حتى موت الناس الغلابه اللي راحت شايله علم ناديها تشجع فرقتها ورجعت في توابيت، حتى الموت ما اثرش فينا وما اثرش في ناس كتيره. هي دي القضيه اللي انا كنت بطرحها، وهو ده الكلام اللي انا كنت بقوله. مش كنت بهاجم محمد بركات او بقول بركات. يعني الكلام بتاعي كان كلام واضح، بتكلم على حاله عامه، بتكلم على حاله عامه موجوده في مصر. ف خليني كده اقول لك يا سيف، البلد اللي اخترعت الكره في العالم هي انجلترا. تمام؟ انجلترا وانا عايش هناك كان ما كنتش بشوف اي برنامج رياضي الا برنامج اسمه ماتش اوف ذا داي بتاع جاري لينكر والان شيرر. ده برنامج بيجي اسبوع يوم السبت والحد، بيحللوا ماتشات الدوري الانجليزي كلها في البي سي. وفي سكاي سبورتس في برنامج اسمه سانداي جولز بيجي بيتكلموا برضو على الاجوان وعلى نتائج الماتشات يوم الاحد الصبح. احنا
بقى عندنا في كل قناه يا سيف في 7 8 ساعات كلام عن الرياضه في اسبوع. فانت في 7 8 ساعات ده تتكلم عن ايه؟ يعني ايه اللي ممكن يكون حصل في يوم؟ اشرح لي كده، ايه اللي ممكن يكون حصل في 24 ساعه هتطلع على الهواء تقوله في 5 ساعات؟ لا يمكن، مفيش. اهو يعني احنا صح. بناخد كل حاجه سيف للاكستريم او للمبالغه فيها. زي مثلا لما كنت انا بقول لك، قال لك ان في مباراه اهلي وزمالك هتقام لصالح الشهداء، وجمهور النادي الزمالك هيلبس احمر وجمهور النادي الاهلي هيلبس ابيض، واللعيبه هتنزل ماسكه ايدين بعض. ليه المبالغه؟ ليه ما تبقاش في مباراه بين النادي الاهلي والنادي الزمالك؟ نادي الزمالك هيقعد في مكانه ونادي الاهلي هيقعد في مكانه، وهتبقى رساله المباراه في ان احنا ازاي نحترم بعض. يعني بص المبالغه، بص بيوصلك يعني مش لازم كل حاجه نعملها بمبالغه. وبالتالي في مبالغه في عدد ساعات الاعلام الرياضي. اكيد في مبالغه كبيره جدا. ومن ضمن الحاجات اللي انا كنت طلبتها وانا بتكلم ان لازم من ضمن كنت طرحت نقط كتيره في تامين المباريات وازاي ان الدوري يرجع، لان انا همي يعني او شغل الشاغل في ازاي ان احنا الدوري يرجع وما نمرش بالكارثه اللي احنا مرينا بيها تاني. ازاي بقى؟ فطرحت نقط كتيره، منها تامين المباريات، ومنها لجنه الحكام، ومنها اتحاد الكوره، ومنها حاجات كتيره جدا. فمن ضمن الحاجات اللي انا طرحتها ان لازم يبقى كل قناه ليها استراتيجيه، مقدم البرامج الرياضي لا يخرج عنها. غير مسموح ان انت تستغل ساعه ونص من برنامجك في ان انت ترد على واحد شتمك امبارح. ده كلام مش موجود الا عندنا بس، وده كلام من ضمن الحاجات اللي وصلتنا. ده موجود عندنا احنا، ما هو مش موجود الا عندنا احنا بس. وكلام غير مقبول، كلام غير مقبول. لا الميثاق ده موجود عندنا احنا في الحياه، احنا شغالين. ما هو موجود عندنا ليه في الحياه؟ عشان بقى موجود عندنا في الاعلام. زي ما بقول لك الاعلام هو مرايه المجتمع. لا في قناه الحياه مش في لا احنا شغالين بالميثاق ده. لا احنا شغالين مفيش رد. قناه الحياه قناه الحياه قصه ثانيه. لكن مش عايز برضه اتكلم الكلام ده سيف، لان انا هيقول لك ميدو بيهاجم قناه كذا، بيهاجم. انا بنتكلم بصفه عامه، حاله عامه. لازم زي ما بقول لك كل قناه يبقى ليها استراتيجيه لا تخرج عنها، ومقدم البرامج لا يخرج عنها. مثلا انت ايه التايتل بتاعتك يا سيف؟ ان انت مقدم برامج رياضي، صح؟ مظبوط. مع احترامي الشديد، غير مسموح ان انت تطلع تتكلم في السياسه، غير مسموح. ما انا ما بعرفش. ممكن انت تتكلم في السياسه، عارف انت؟ لما معتز الدمرداش يستضيفك بالليل ويقول لك ايه رايك في اللي بيحصل في البلد، ساعتها انت التايتل بتاعتك ضيف. انا نفسي الناس يعني تركز في الكلام اللي بقوله. التايتل بتاعتك ايه وانت طالع على الشاشه؟ مقدم برامج رياضي، بتكلم في الرياضه، بتكلم ازاي اصلح حال الرياضه في مصر. ده اللي لازم نوصل له، وبعيد مش بوجه رساله لحد، مش واحد بس بيتكلم في السياسه، كله دلوقتي بيتكلم في السياسه. طبعا. يعني اتمنى ان احنا بدل ما زي ما انا قلت، بدل ما ان احنا نحاول نستغل موقف، ان احنا نحل مشكله وازمه احنا كلنا فيها، نحاول نوصل ازاي نرجع النشاط الرياضي في مصر. لان اتفضل. هسألك سؤال بقى، بس هو سؤال يعني غريب شويه. ما تعرف نفسك للجمهور. الاعلام الرياضي مصور ميدو شخصيتين: الملتزم المحترف العالمي، يعني زي ما بيقولوا عليك، اللي بيحترم المدير الفني بتاعه، اللي بينفذ الاحتراف باصوله كلها. وفي جزء تاني مش في دماغه، معاه فلوس كتير، مستهتر، بيسهر، مكبر دماغه. مين ميدو؟ لا انا راجل الحمد لله ملتزم، وعارف شغلي كويس جدا، وعارف ايه اللي انا اللي ليا وايه اللي عليا. واكيد في غلطات وقعت فيها كبيره جدا، وبحاول اتفاداها. اتغيرت كتير. الحمد لله. اكيد يعني انا عملت معاك حلقه السنه اللي فاتت، عملت معاك حلقه السنه دي، بمنتهى الصراحه يعني كل فتره بلاقي حاجه مختلفه، عزيمه مختلفه، وجهه نظر مختلفه. بشوفك دلوقتي بتتكلم على الكابتن حسن شحاته، على نادي الزمالك، حتى على النادي الاهلي، على محمد بركات. لما طلعت ما كانش عندي بمنتهى الصراحه ادنى توقع انك في كلام كبير، يعني في كلام كتير قوي تقوله، فاهم؟ وقلته، فخطوه برضو كويسه. اكيد الواحد بيتعلم من اخطائه يا سيف، واكيد الواحد بيحاول ان هو ما يقعش في اخطاء متكرره، لان الواحد اكيد لو وقع في اخطاء مشابهه يبقى اكيد بني ادم غبي. طيب هنطلع فاصل، وهرجع بقى اخدك على ملف نادي الزمالك والرئاسه ومواضيع كتير قوي، بس نطلع فاصل ونرجع تاني. نطلع فاصل ونرجع تاني مع احمد حسام ميدو، ونكمل بقى.
اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين. الحقيقه حلقه يعني من العيار الثقيل مع نجم، بس اخدينه على الهادي وبهدوء جامد جدا. هنبتدي معاه بقى في الحاجات الجامده جدا. بيقولوا عليك كل ده مش جامده؟ بيقولوا عليك معاك فلوس كتير قوي. ايه الموضوع؟ ده مين بيقول كده؟ بيقولوا ملايين كتير. يا عم خليها والله. تمشي في نادي الزمالك تسيب 6 مليون. ومعانا خبر دلوقتي برضه هقوله لك، حطه رئيس التحرير محمد دمرداش، ميدو خسر 4 مليون جنيه في الزمالك الست شهور الاولانيين. لا لا دي مش حقيقه. الفلوس هو خبر لئيم على فكره، مدخلنا في حته. لا الفلوس اللي هي كانت فلوس ال 3 مليون جنيه اللي كانوا 6 شهور الاولانيه اللي ما لعبتهمش اتضافوا في تعديل عقدي، بدل ما هو يبقى 3 سنين ونص بقى 3 سنين واتضافوا على الثلاث سنين. يعني بيقولوا يا ميدو برضو مكملين بقى في الازمه الماليه، ومعانا خبر تاني بيقول ميدو يتدخل لاحتواء مشاكل الزمالك الماليه. يعني انت راجل ليك ملايين، ومع هذا نسمع بقى ساعات ميدو تدخل مع احمد جعفر، وقف جنبه في قصه، ميدو اتكلم لعيبه تصبر على فلوسها، ميدو بيكلم لعيبه تهدى شويه الفلوس مش هتروح. ده كلام يعني. موضوع ان انا وقفت مع احمد جعفر واديته فلوس والكلام ده عمره ما حصل. انا عمري في حياتي ما يعني الكلام ده موقف ما حصلش، برضه من ضمن الحاجات اللي اتقالت ومش ما حصلتش. موضوع ان احنا زي ما بقول لك ان الناس اللي موجوده في الفرقه الكبار كلها بتحاول ان هي تلم الدنيا. عبد الواحد بيحاول ان هو يلم الدنيا، شيكابالا بيحاول يلم الدنيا، احمد حسن بيحاول يلم الدنيا، فتح الله، احمد سمير، كلنا بنحاول ان احنا نعدي بالموقف اللي احنا فيه ده باقل خسائر. بس بمنتهى الصراحه عبد الواحد السيد ساعات كتير بنشوفه هو اللي بيفتح الدنيا. لا والله مش حقيقه. عبد الواحد من اكتر الناس اللي بتبقى حريصه ان لما يبقى في مشاكل جوه النادي ان هو يلمها. وبالعكس عبد الواحد مظلوم في مواقف كتيره، يعني ساعات بيتحط اسمه بحكم ان هو كابتن فرقه في حاجات مهاترات ان هو راجل مقوم الناس او كده. الكلام ده مش موجود. عبد الواحد راجل يعني ما نسيش اللي نادي الزمالك عمله له طول حياته. يعني مش عايز اقول لك ان من اكتر الناس اللي بتبقى حريصه ان ما يبقاش في مطالبه بالمستحقات هو عبد الواحد السيد. هديك فاصل كده تريح شويه ونروح بقى دبي عشان نطمن على النادي الاهلي برضه وانت معانا، ونروح للزميل ايهاب الخطيب ونطمن على النادي الاهلي.